تحفة فنية. ماما بمناسبة ان انا نجحت عاوزك انك تعملي شاورما. بما ان انطونيوس طبعا جايب اكسلنت وشطور خالص، فالنهارده هنعمل له احلى شاورما فراخ. بص الساندوتش بتاعنا شكله حلو ازاي، وعملت احلى شاورما لاحلى انطونيوس الناجح. قولوا له مبروك يا جماعه في الكومنتات. عشان اعمل شاورمه الفراخ معايا كيلو من صدور الفراخ الكامله، ويفضل ان احنا نجيبها صدور كامله ونبدا نقطعها. معايا السكينه بتاعتي لان انا بحبها تبقى تخينه شويه مش رفيعه بالشكل ده. وبعد كده شايفين السلاسة في الأداء؟ طبعا كل ما بنستخدم سكينة حلوة كل ما الموضوع بيبقى أسهل. بعد ما قطعنا الفراخ يلا نقطع الخضار. معايا في البداية بصل، وهقطع الفلفل شرايح، وبعد كده برضو هقطع فلفل أخضر، وممكن أستخدم فلفل أخضر بس، وبرضو هقطعه شرايح. والطماطم هقطعها بالسكينة المشرشرة. كده انا خلصت تقطيع الخضار. سالتوني على طقم سكاكين فجبت لكم طقم سكاكين ارشي، تعالى افرجه لكم. وده اول دور معانا في كل السكاكين اللي انت بتحتاجيها، سواء السكاكين بتاعه الخبز، سكاكين التقطيع، سكاكين مشرشره، في كل انواع السكاكين. وده الدور التاني بتاع طقم السكاكين. وشنطه السكاكين بتاعتنا من ماركه ارشي وفيها 32 قطعه، وكمان السكاكين ستانلس بيد بلاكت، وفيها المبشره الصغيره بتاعت جوز الطيب وبتاعت الثوم، يعني فيها اكسسوارات كتير. وارشي كمان منسيش المقصات، وجاب لكم مقص عادي وكمان مقص للسمك وللفراخ. ولو عايزين تطلبوا الشنطه دي هسيب لكم اللينكات بتاعت برايتس هاوس في اول تعليق مسابقه. والطقم كمان بيجي معاه هديه بوله ازاز شكلها خطير، و6 بولات صغيرين. بعد ما قطعنا الصدور هجيب طاسه وهحط نقطه زيت واحده، انا مش عايزه زيت كتير لدرجه ان انا هجيب منديل وايه يا دوبك تنشيفه كده. الطاسه عندي تبقى سخنه جدا. وبعد كده هجيب الصدور بتاعتي، لازم اسمع الصوت ده. الشاورما بتاعتي لما بديها صدمه بتبقى طريه وجوسي، وكل الناس اللي جربت الطريقه دي قالت لي ان هي ممتازه. وبعد كده ندي تقليبه. انا عايزه ادي الفراخ بتاعتي صدمه بالشكل ده. ده شكل الصدور بتاعتنا بعد ما انا اديتها تشويحه. انا بس يا دوبك بديها التشويحه عشان تحتفظ بالطراوه بتاعتها. وبعد كده ببدا اقطعها شرايح بالشكل ده. لو خدتوا بالكم هي مش مستويه للاخر، وهو ده اللي انا عايزاه. ولما باجي بقطع يعني النسيره موجوده بالطول، انا بقطع بالعرض بالشكل ده. الخطوه دي بتخلي الشاورما بتاعتنا طريه وجوسي على الاخر. خلصنا تقطيع الفراخ. في نفس الطبق في نفس الجوس اللي نازل منه الفراخ هنعمل التتبيله عباره عن كوبايه زبادي كبيره، يعني حوالي عصير ليمونتين، معلقتين كبار زيت، معلقه صغيره هريسه شطه كمان فيها فص ثوم. دي البهارات اللي انا هستخدمها. معلقه كبيره ملح، معلقه صغيره بابريكا، نص معلقه صغيره شطه، معلقه صغيره بصل بودر، معلقه صغيره توم بودر، نص معلقه صغيره كمون، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه كبيره بهارات فراخ. وهنزل بكل التوابل دي هنا. وبعد كده بقلب التتبيله دي. وعلى فكره لو في نوع توابل انتوا مش بتحبوه تقدروا تستغنوا عنه. وهنزل بالفراخ بتاعتي اللي انا قطعتها. وبعد كده هدي تقليبه للفراخ بتاعتي. بصوا دول حوالي كيلو وربع من صدور الفراخ تقريبا، يعني ايه لازم اغرقه بالتتبيله بتاعتي. كده معايا حاجه من الاتنين، لا اما احطها في اكياس واحطها في الفريزر وقت ما عاوزها اطلعها يا دوبك اعمل الخضار ليها، او اسيبها تتبل ساعه. وساعات صراحه انا بعملها من بالليل لتاني يوم تكون اتبلت كويس جدا، وبعد كده ببدا اجهز الخضار. وفي نفس الطاسه اللي احنا شوحنا فيها الفراخ هنحط بقى البصل بتاعنا، ولازم نكون مسخنين الطاسه كويس جدا. هبدا بالبصل ده بقى اللي فيه نكهات الشاورما كلها، وكمان هحط الطماطم اللي انا قطعتها، ومن غير زيت ومن غير اي حاجه هشوحهم لغايه لما يتبلوا. بصوا خلاص معايا البصل والطماطم خلاص دبل. الطاسه بقى مش هتكفي فهنقلهم في وقت. خلاص بالنسبه لي كده خلاص البصل والطماطم دبل. دلوقتي بقى هنحط الفلفل، وكمان هحط الشاورما معايا، ونبدا بقى نشوح الكلام ده مع بعض كويس، مش اقل من 7 ل 8 دقايق لغايه لما اطمن ان الفراخ بتاعتي خلاص استوت. وده شكل الشاورما بتاعتنا بعد ما خلاص استوت. بصوا خطيره. دلوقتي بقى هنحط لها شويه خضره مع حبه نعناع. طبعا تكتروا الخضره على حسب ما انتوا بتحبوا. عملت لكم النهارده شويه شاورما بجد ريحتها قلبت الشارع. نجيب بقى الكايزر بتاعنا ونبدأ بقى نحط تومية، صوص رانش، كاتشب براحتكم. وبعد كده نحط الشاورما الخطيرة بتاعتنا. وطبعا يعني مش عايزة اقول لكم الريحة قلبت الدنيا.
بص الساندوتش بتاعنا شكله حلو ازاي. عملت لك يا توته الشاورما اللي انت عايزها. بص شكلها حلو ازاي. شكلها تحفه. انتوا هتاكلوا لوحدكم؟ انا هاكل معاكم، هات واحد. لا انت يلا ماما. اتفضل يا عمده، ما نقدرش ناكل من غيرك. يلا ندوق مع بعض. يلا. 1 2 2 3. بجد عالميه، وصفه عمرها ما خيبت معايا. ايه رايك يا توته؟ تحفه فنيه عجبتك جدا جدا. الف مبروك يا عمري. حلو قوي يا نرمين بجد. يلا دايما ناجح كده ومتفوق. وطبعا بنبارك لكل الولاد اللي شهادتهم ظهرت، وبنقول لولادنا اللي لسه في اعدادي وثانوي ربنا معاكم، وان شاء الله تبقى سنه مليانه بركه. والف مبروك بقى لكل ولادنا، وما تنسوش تعملوا فولو. ونشوفكم على الف خير. باي باي.